جه وقت ان اغير صورة بانر اليوتيوب. الصورة اللي قضيت فيها 48 ساعة تعديل، واللي كانت تحدي كبير بالنسبة لي، اكبر مشروع اشتغلت عليه تقريبا، زائد اكبر عدد لايرات، واللي كان هيخلي جهازي ينفجر. اتصورت ال3 صور دول، واللي احترت بينهم جدا، ولكن قررت ان العب بيهم الشاي. والصورة هي الصورة دي. عاوز تشوف النتائج؟ كمل معايا الفيديو للآخر. عاوز اقول لك على حاجة، اوعى تجري الفيديو عشان تشوف الصورة النهائية، لاني عاوزك تعرف دايما ان المتعة في الرحلة مش في الوصول. فأتمنى تكمل معايا الفيديو للآخر. المهم، رحبوا معايا بسلسلتنا الجديدة. تقريبا كده دي ملهاش سلسلة اصلا، نقول مغامرات ماندو. اهلا بيكم في الفوتوشوب. وادي كده الصوره بتاعتنا. اول حاجه هنعملها ان احنا نشيل الخلفيه. طبعا هروح للبين تول وابدا احددني بالشكل ده. شوف اعمل لكم ايه سماره عشان ما تزهقوش وتبقوا متسلين معايا كده. بعد ما خلصت تحديد هبدا اصغر الصوره بالشكل ده. بس في حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، وهي ان وانا بتصور ما كنتش جايب جسمي بالكامل. رحت وقفت قدام الكاميرا وتصورت صوره تانية، وهبدا اشيل الخلفيه برضه. هبدأ اخد الصورة بقى واروح على الصورة الاصلية، وابدأ امشي الجسم ده مع الجسم التاني. صايعة. نبدأ بقى في مرحلة التعديل. هبدأ اروح لتأثير هيو ساتوريشن عشان اعزل اللون على التيشيرت، وهبدأ اغمق التيشيرت بحيث يكون لونه اسود، واعمل له ماسك، وابدأ الون التيشيرت بس. اتمنى اجيبها من اول مرة وما اجيش على ايدي. حلو قوي ده. كده بقى هحتاج الاول ستوك ليا وهي الماسك. هبدأ اروح لانبات اورنمنتس واختار ال 3 دي واكتب SCI FI ماسك، وافضل اقلب لحد ما رسيت على الماسك ده. هبدأ بقى اظبط مقاس الماسك بحيث انه يتماشى مع راسي. تمام كده. بعدين هروح لتأثير ليفلز واغمقه عشان اديله اللون الاسود. وبعدين طبعا هشيل التأثير من على المناطق اللي المفروض يكون عليها ضوء. بعدين هجيب الستوك التانية وهبدأ اظبطها برضو مع جسمي، وطبعا هنلعب في الورب بتاعها عشان تكون واخدة نفس زاويتي. خمن كده. ايوه، عملت لها تأثير الليفلز برضو. هروح بقى على كمام التيشيرت وابدا اشيلها بحيث انها تكون واخده رسمه دراعي وكانها سلم عليا كده. وبعدين هبدا اسود ايدي كده مؤقتا لحين يجي وقت الجوانتي. تمام كده. تالت ستوك معانا هبدا اصغره برضه عشان يتماشى معايا بالظبط. ايوه، تاثير الليفلز. وبعد ما اخلص هجيب الستوك الرابع وابدا احطه على كتفي اليمين، وبعدين واحد لكتفي الشمال، وبعدين اروح لتاثير اليوستريشن واعزل اللون عنه عشان اخليه اللون الاسود. خامس ستوك معانا بقى وهي كتافات البدله. هبدا اجيبها بالشكل ده واحطها على كتفي، وبتاثير الورب هبدا اظبط ابعادها، وهكررها على كتفي التاني بالظبط مع اختلاف الستوك. تعرف تقول مع اختلاف الستوك في ستوك 5 مرات. والان اترككم مع مشاهده ممتعه قصيره جدا لتظبيط اضاءات العناصر مع اضافه بعض العناصر الاخرى باضافات اخرى.
ودلوقتي نيجي لأهم ستوك معانا، هو اللي هيدور حوالين قصة الصورة. بصراحة مش عارف ايه ده، بس مش مهم، المهم انك فاهم الفكرة. ودلوقتي برضه هسيبك مع فيديو صغير سريع يوريك وانا بركبها في ايدي. وبكده رسميا انتهينا من تعديل الجسم. هنا بقى بعد ما فكرت كتير لقيت اني محتاج كهف في الباك جراوند، فتحت موقع بيكسلز ودورت على صورة كهف وضغط على ما لقيت الصورة اللي انا عاوزها، وجبت الصورة وبدأت اظبط الزاوية والرؤية بتاعتها، وبدأت احدد الكهف بس عشان اشيل الخلفية اللي فيه. وبعدين رحت للسلكشن، حولت مسار البين تول لتحديد وعزلت الخلفية. هبدأ بقى اضيف ارض معينة كده واظبط زاويتها برضو، واضيف شوية الصخور دي، وبرضه هعزل الخلفية اللي في الصورة. وهسيبك بقى مع فيديو سريع لإنشاء السما وشوية عناصر كده تدي شكل واقعي للمنظر. هبدأ أجيب المادة دي وأضيفها على صخور الكهف كده وأخليها كأنها سائل على الصخر، وأضيف لها شوية شادو هايلايت كده للواقعية. وهجيب بقى الأنبوب ده وأضيفه في الباك جراوند كأنه غارس كده في الأرض، وأبدأ أعمل له ماسك وأشيل أجزاء منه عشان يبان واقعي. وهبدأ طبعا أديله التون بتاع الخلفية. وأخيرا بعد ساعات من التعديل جه وقت الكاميرا رو فلتر. بما اننا خلصنا الكاميرا رو فلتر، فده معناه ان الصورة خلصت. طيب حاجات ممكن ما كنتش واخد بالك منها، مثلا اللاسلكي ده فيه بياناتي واللوجو بتاعي. ونروح هنا للأسلاك دي اللي المفروض انها بتوصلها بالجوانتي عشان يقيس كل حاجة بمسكها بإيدي ويديني استشعارات على الجهاز ده. وده يرجعني للمادة نفسها اللي في الحقيقة لسه برضه معرفتش دي ايه، بس مش مهم، المهم ان الفكرة وصلت لك وخلاص. وبكده أكون خلصت التحدي بتاعي اللي حرفيا تعبت فيه كصورة وتعبت في الفيديو نفسه عشان كان لازم يدي للصورة دي حقها. وهنا بقى نيجي لمواصفات المشروع. أول حاجة الملف بصيغة PSD مساحته 2 جيجا وربع تقريبا، ودي حاجة غريبة جدا لأن أنا تقريبا أكبر مشروع اشتغلت عليه كان 900 ميجا. والريزولوشن 5585 في 3142 و99 جروب و814 لاير و106 ستوك استخدمتهم حرفيا في المشروع ده. مشروع كبير جدا يا جماعة، وأكيد رأيك أنت هيهمني جدا، وياريت تقوله تحت في الكومنتات سواء كان مدح أو نقد. وما تنساش لو عندك أي فكرة فيديو كويسة ياريت برضه تقولي تحت في الكومنتات. وأخيرا وإن شاء الله ما يكونش آخرا، أتمنى أشوفك في الفيديو الجاي.